الا كل واحد فينا دار المخطط خماسي ديالو، شحال في نظرك من واحد غادي يتسم به وحقه فعلا؟ في نفس الوقت الصين كأمة بقى غادية في تطبيق مخطط خماسي رقم 14 ديالها، وغرب الهدف ديالو ديجا تحقق. مخطط خماسي الاول اللي بدا من 1953 ركز على الصناعات الثقيلة وبناء تحتية، وفي نفس الوقت شجع على اندماج جامعي فلاحة وبناء اساس ديال التصنيع في الصين. مخطط خماسي الثاني عرف تراجع اقتصادية بسبب أخطاء سياسية، ولكن ابتداء من مخطط خامس بدأ الاقتصاد كيتعرف تدريجيا. وفي مخطط خماسي التاسع من بعد انضمام منظمة تجارة عالميا في 2000 بدأت الصناعة في الصين كيتحولوا من تقليل ابتكار، والعالم كامل تقدر تشوف نتائج. من بعد الصين خدمات مفاهيم تنموية بحال الابتكار، تنسيق، تنمية خضراء، انفتاح ومشاركة. ولينا كنلقاو ابتكار تكنولوجي، حفاظ على الطاقة وحماية بيئة هما رئيس أساسية. ودابا فضل مخطط خماسية رقم 14 2021 2025 تركيز كان على اعتماد على النفس التكنولوجيين وبناء نظام صناعي عصري، شيء اللي كيوجه الصين نحو تنمية وجودة عالية. كل مخطط خماسي كيمثل خطوة في مسار التنمية في الصين، من تصنيع وإصلاح ابتكار تكنولوجي ونمو عالي جودة، وهذا الشيء كيرقص الطريق ديال البلاد قدام.